تطرق وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لموضوع الشاب الإسباني الذي أساء إلى النخبة الوطنية بتعليقات عنصرية في وسائل التواصل الاجتماعي على هامش إقامة بعثة الأسود في أحد فنادق العاصمة الإسبانية مدريد. قال وليد الركراكي إنه وباقي مكونات المنتخب المغربي سامحوا جميعا الشاب الذي أساء إلى بعثة الأسود في مقر إقامتهم في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك من منطلق أن الدين الإسلامي يحث على التسامح خاصة في شهر رمضان الفضيل. وفي هذا السياق قال الركراكي في ندوة صحفية الاثنين: سامحنا عامل الفندق لأنه ما زال شابا، نحن مسلمون ويجب أن نظهر للجميع أن ديننا الإسلامي يحثنا على التسامح خاصة في هذا الشهر الفضيل. وأضاف الركراكي: الفتى ما يزال شابا، ارتكب خطأ ونحن قدمنا شكاية إلى الشرطة المحلية وبالتالي سامحناه. وكان الشاب الإسباني يعمل في الفندق حيث يقيم المنتخب الوطني، نشر في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي الانستغرام تعليقات عنصرية في حق النخبة الوطنية، فتم توقيفه من طرف الشرطة الإسبانية بناء على شكاية ضده من إدارة الفندق وبالتالي توقيفه عن العمل. وقالت متحدثة باسم شرطة بلدية مدريد إن المواطن الإسباني البالغ من العمر 27 سنة أوقف في الفندق قرابة منتصف الليل من الأحد 26 من مارس، وإنه يواجه اتهامات محتملة بارتكاب جرائم كراهية. ويقيم المنتخب الوطني المغربي في أحد فنادق العاصمة الإسبانية مدريد استعدادا لمواجهة نظيره البيروفي الثلاثاء 28 مارس في ملعب واندا ميتروبيلانو الخاص بنادي العاصمة الإسباني أتلتيكو مدريد.